يا مساء الورد، يا مساء الفل والياسمين، يا مساء المطر. شوفوا المطر قداش مطر، مطر مطر مطر، ما أحلاها. يوم ممطر بامتياز. عملنا لها كيس تاي سخون مع البسباس. شوفوا الطقس مسحب، سحاب 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 بارتو. من عشا ذاك فما الحياة، الناس كلها شي تخدم على رواحها. باش نحي الشجرات متاعي ندخلهم خاطر برشا ماء مش باهيلهم، ونبداو نهارنا ان شاء الله. هاو لميتهم لهنا كلها خاطر مطر مطر، وبعد نمشي نعاود نسلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله نهاركم كله خير وبركه، ان شاء الله نهاركم كله امل، ان شاء الله نهاركم كله ثقه بالله انه باش تعديو نهار مزيان فيه كل ما كتب ربي. اول ما نبدا سورمون كيما توانسه الكل قلبنا وجعنا الكل على الوليدات اللي يطيح عليهم السور، ان شاء الله ربي يرحمهم، ان شاء الله يجعل مثواهم الجنه، هما سورمون شهداء العلم، وان شاء الله ربي يحفظ تونس، ان شاء الله امهاتهم ربي يعطيهم صبر. الدنيا الكل صعيبه برشا، فقد الابناء خاصه، ان شاء الله ربي معهم، وان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، وذاك هو شنو نجمو نقولوا باش تعيشوا معايا ان شاء الله يوميات من يوميات هكا، نحكيو مع بعضنا في مواضيع، نطيبوا مع بعضنا الفطور، نحكيو على مشاغل الام بصفه عامه وعلى الدنيا بصفه خاصه. اليوم جيتكم اول حاجه باش نبدا بالفطور خاطر باش لي شويه وقت، وبعد ندخل نظم الصاله داخله بعضها شوي. دونك اليوم باش نعمل مغرفه، نحاول نهار نعمل معناها نهار بنهار المغرفه، خاطر ولدي صغير ديما ياكل لي معناها روز ولا مقرونه ولا كسكسي ولا حاجه مفوره، ديما نحاول نعمل معناها نهار ونخلي له منها النهار الثاني هكاكا باش من معناها من تعبش. واما الخبز كما قلت لكم بريسك معناها كان يا نهارين ويقعد نهار ثاني كل يوم. اليوم باش نعمل لهم خبز طابونه معناها كيما خبز الطابونه التونسي بالضبط. خذيت سميد، خذيت دوبليش زيت زيتونه كيما نقولوا 3 مغارف، وتلذذوهم شويه تصبوهم عليهم، وبعدك خذيت ملح وخذيت خميره خبز، وباش نعجنوهم بالماء الدافي بيان سور، وهكاكا يكون عنا الخبز نتاعنا. اول حاجه نبداو بيه كي ندخلوا الكوجينه، وسيرمون مع القضيه ومع تطيب وكل شيء ديما هكا نحكيو في ظاهره كما قلت لكم، ولا في حاجه تخصنا الامهات. اليوم باش نحكيو ريت ظاهره كبيره برشا، على قد ما هو فما فقد، قد ما هو فما للأسف معناها أخبار خايبة، قد ما ريت فما رضا ولا قبول من الناس اللي ربي يعطيها المصاب الجلال ذاك، ريت برشا قبول. اليوم باش نحكيو على الرضا يمكن بما قدره الله. علاش فما قبول برشا؟ سبحان الله، كأنه ربي يعطي الحاجة ويعطي معاها اكل قبول هذاك اللي هو اخرته جزاء، خاطر راهو معناها ربي احنا مشنا مخيرين بنسبة 100%، معناها احنا ناس مسيرين، الناس تحت قضاء ربي ولطفه كما نقولوا بالدارجة. الموضوع هذاك ان شاء الله اليوم باش نحكيو فيها. ما قبل هذاك الكل قلت لكم حطيت الماء يبديش دافي برشا باش العجينه نتاعكم ما تفسدش، وحطيتو نعجنو ونحط الخبز يخمر. خبز الطابونه عكس الخبز اللي في الفور ما يقعدش يخمر برشا، خاصه المره الثانيه. ونعاود نقول لكم راهو باش ما تكونيش على اعصابك وما تكونيش منرفزه وما تكونيش معناها ضغط هكا، لازم الكوجينه ننظموها من الليل، هذيك هي القاعده.
إن شاء الله تو نعمل معاكم هكا روتينات تحفيزية كيفاش في الليل نخلّو كوجينتنا لمّا تغدو كالصباح باش كي نقومو معناها ما تقعديش تجري ورا كراسة ولدك، ورا الفطور نتاعو الصباح، ورا كل شيء. كان تحبوا معناها نبارطاجي معاكم الوقت هذاك قبل ما يخرجوا ولادي من القراية، قولوا لي إن شاء الله يا ربي نعملوها. والفيقان بكري هذاك هو أهم حاجة. إن شاء الله يا ربي نتحفزوا من بعضنا، نقوموا بكري، نصليو، نشربوا قهوتنا في راحتنا، القهوة الأولى ذيك الصباحية. علاش لا مع رجالكم قبل ما يخدموا تعطيوا حتى هما أكل حافز ولا أكل بوس وكل دافع راهم حتى هوني، خاصة اللي متغربين، معناها اللي عنده كان انتي وولادو وكهو. الأغلبية الرجال المتغربين قليل فين تلقى معناها يكونش اللي عندهم خواتهم مثلا، قليل فين تلقى عندهم لهنا صحاب. دونك ما فيها باس كان تقوموا بكري، خاصة رجالكم معناها ما يمشيوش بكري وتفطروا معهم، تشربوا معهم قهوة ولا حتى قهوة، وهكاكا معناها تكون على أحسن وجه. احنا الدور متاعنا نحاولوا نكونوا باش نعملوها على أحسن وجه. توا جيت لهنا اليوم باش نطيب رز احمر تونسي. دونك عندي حمص والفلفل زيانه، طماطم، تبرو كرويه، كركم نحطها بس تنسى معناها هنا شويه، معناها مش احمر يبدا. وحطيت حمص وحطيت بالبقري باش نطيبو لهنا، والزيت ما حطيتش معناها هادو مش برشا مش اللي يبدا مزيت. تو نقول لكم علاش، خاطر نفس الصلصه هذيك هي بعد انا باش ناخذها. راهو الحمص معناها حاجه تعاون برشا في الرجيم وفيه برشا فوائد غذائيه، معناها الصوص هذيك كي تبدا ماهيش مزيته نجم تاخذ منها صحن وتاكلها كيك، سواء كان عندك خبز شعير كما قلت لكم المره اللي فاتت، كان معناها تاكلها كيكه بالمغرفه مع سلطه مع خس تجي باهيه برشا. او كتوا باش نحضر اللي نحتاجهم الكل. جبت الخضره اللي عندي، سفناري وحمص وفلفل اخضر كهو. البطاطا معناها ما نحطهاش انا، خاطر قلت لكم الاولاد ما ياكلوش الخضره، ومعناها حتى بوه ما ياكلش البطاطا، ولا انا هو اتعمدوا ما نحطش البطاطا في الباط، باش خاطر الباط وهي تعرفوا كربوهيدرات كلها البطاطا. نخليها البطاطا نعمل بها برشا حاجات، مثلا دي جراتا، حاجات هكا كفتة صحية في القلاية الهوائية، نعمل بها برشا حاجات. ان شاء الله الجمعة هذيا نعمل لكم حاجة بالبطاطا. ونحاول انا ديما كي نمشي نقضي البنات البطاطا ما نخليهاش برشا معناها عندي في الكوجينة. البطاطا توا تخليها جمعة تلقاها كلي عملت الروس نتاعها، يا تزرعوها هذيك يا ما تتكليش، مضرة برشا. المهم نرجع لهنا، قلت لكم محلاه الانسان مش محلاه قديه يعطيك درس. كي ترى انسان عنده مصاب جلل وهو معناها تقبل ولا هو رضا باللي عطاه ربي، تعرفوا علاش؟ خاطر يعرف معناها سبحان الله. فما انسان الناس مثلا كي انتي تقول لي معناها انا وكان جيت في بلاصتها يمكن ما نتحملش، باركونتر تراها قابلة، تراها راضية، تراها والله محلاه الرضا ومحلاه القبول. ان شاء الله يا ربي يقوي ايماننا، ان شاء الله يا ربي كل ما يعطينا هو أدرى بينا، وإن شاء الله يا ربي يعطينا اللطف والخير، وإن شاء الله ربي ما يمتحناش في ولادنا. نقولوا احنا يا ربي لا يمتحنا في ولادنا، يمتحنا في فلوس، ما يمتحناش في ولادنا وصحتنا. عندك لو الفلوس الأولاد والصحة، وبعد يمتحنا في معناها في عائلاتنا في أبنائنا، ما يمتحناش في هذوكم يمتحنا في الفلوس، يمتحنا في الخدم، يمتحنا في الحاجات المادية اللي ما معناها الدنيا تمشي بيهم ولا بلاش بيهم. أنا هو مالها إلا مادة. أما الحاجات العضوية، الحاجات النفسية، الحاجات اللي تألم بالحق إن شاء الله ما يمتحنيش فيهم. وكهو المهم كما قلت لكم هو الرضا ولا قبول اللي يعطينا ربي، هو يلزم قوة إيمان كبيرة. هو لابد ربي راهو كي يعطي إنسان ويختاره لابد باش يكون عطيه الصبر، خاطر معناها هو أدرى بهذاك. وإن شاء الله نكونوا من الناس اللي يعطينا، وإن شاء الله نكونوا يا ربي من الناس اللي كما قلت لكم يمتحنا. قولوا كيف الفلوس، كيف الفلوس ان شاء الله. نعرف اللي الفلوس هي كل شيء توا، اما
معناها الناس اللي بالحق عندها تجارب في الحياة سيرمون باش تكتبوا لي بالحق الفلوس ماشي كل شيء في الدنيا هذيا. فما برشا حاجات أهم. المهم هذيك هو إن شاء الله ربي يعطينا الرضا وكهو كيما تشوفوا كيما الأمهات توفي لهم ولوليدهم. البارح نهار كامل وأنا قعدت معناها نتبع أنا هكاك البنات راهي مش حكاية طاقة إيجابية ولا طاقة سلبية ولا لا. لا فما حاجات راهي خاطي الطاقة الإيجابية والسلبية معناها لازم تكون كورنتي بيهم مش معناها يأثروا لك. فما راهو الطاقة الإيجابية والطاقة ما نعرفش الكلمات هذوما منين جبتوهم ساعة نتوما. هو تفاءلوا بالخير تجدوه. وكهو احنا متفائلين بربي كما قلت لك واحد يرضى اللهم الاعتراض ما فما حاجات يلزم الانسان يكون مطلع عليهم يلزم يكون مطلع عليهم مادام يعيش في الموند هذيا ويلزم زاده يكون عنده رياكسيون تجاه الحاجات هذوكم باش يحس روحه عايش. وما تظنوش اللي نحنا معناها المتغربين ما تهمناش الحاجات اللي عايشين في بلادنا يعلم ربي قداش نحسوا. خاطر نحنا رانا ضياف لهنا في دار في بلاد الناس باش يجي نهار نروحوش يجي نهار ويهمنا شوارع تونس يهمنا مدارس تونس يهمنا باش يجي نهار ونروحوا. نحنا رانا لهنا البلاد هذه كان نعرفش انت من ولايه مشيت لولايه اخرى باش تخدم فيها وتروح لولايتك لغلبيه الناس كي يكبروا معناها يروحوا لمسقط رأسهم ولا يحنوا لك التراب نتاعهم حتى نحن المتغربين هكاك. دونك كهو نرجع تو القضيه والتحفيز نتاعنا كما شفتوا الصاله معناها نظفتها بالطريقه السهله اللي وريتها لكم. عندي المسرحه هذيك رتبه البنات راتبه هذيك نعمل بها ديما الديفانوات وريتكم معناها هاكا بعد رمضان نحيت الزرابي بدلتهم عملت هذوما اللي صغار الحقيقه معناها نحيهم كل نهارين ثلاثه نحيهم وننفضهم. الاسبيراتور تحرقت لي حقا في اخر رمضان تحرقت لي اللي باليد ذيك مع صي ما عادش توا بور لو مومون ان شاء الله باش نلمد نشري اسبيراتور باهيه. المصالحه والوحدين ينظفوا كما قلت لكم ما تحاولوش معناها تبديو نتوما في ذائقه ماليه ولا في دي كونديسيون كما توا خاصه كما توا الحاجات الالكترونيك والحاجات اللي فيها بياسات تتصنع بارتو باش تكون غاليه على الاخر. دونك لازم الانسان معناها يلقى الفرصه الباهيه. رجعت لهنا اللي بريسك اللحم والحمص تاع الروز راني نفخته نشلو معناها من الماء هذاك نشلو بالكدا وبعد نحط ماء يغلي نحط فيه شويه ملح وورقه رند ونحطو نقولوا احنا يتسمط دقيقتين وبعدك نعاود نصفيه ونعاود نحطو يتفور. نجي لهنا للخبز التابونة دونك كل مرة نعمل لهم شوية خبز كل مرة هكا كل مرة معناها نوع وكل مرة نوع الحقيقة. وخاصة كما قلت لكم المرة اللي فاتت نحاول ديما خاصة الخبز التركي هذاك اللي معناها فيه الحليب وفيه العظم بريسك نعملو مرة في الجمعة خاطر قلت لكم ديما كالصغار اللي ما ياكلوش العظم ولا حاجة نحاولوا نتحايلوا عليهم ونعملوهم وسط لي غوسيت هذوكم باش هكاكا ينجموا ياكلوهم. صحيح عملت الخبيزات كما قلت لكم من معناها ما يخمروش مرة ثانية برشا مرات حطيناهم هكا فوق منديلة باش نجم نهزوهم بعد. وجيت لهنا باش نحط الروز ما قعدت لي كان حطيت زيادة سفنارية وتوا تحس السفنارية البنات ما عادش وقتها بالكل جدرت يقولوا هكا شوية بركة نحدو نشريوها وكهو في يومين وقتها. توا لهنا والله البنات مش كما في تونس معناها تحس اللي كل فصل تحس الخضره نتاعو. لهنا والله ليه البنات هذيك هي الفصل تلقاها من جانفي حتى ديسمبر شهر معناها العام اللي بعده ما حقيقه ما تحسش فما ديفيرونس معناها في الخضره.
تحس يمكن في السوق أما ديما معناها هاذيك هي نفسها الكمية، خاطر مش هو معناها ترى برشا فلفل وبرشا طماطم كيما في تونس، برشا فقوس برشا خيار، لهنا لا هاذوكم هما كالفلفل باغ اكزومبل لي سوبر ماركات قليل فين تلقى الفلفل هذايا اللي نستعملوها احنا، كلش تمشي للززار ولا تمشي توا طلعوا الخضارة هذوما اللي يبديو يبيعوا في الحاجات الخضرة معناها. وكهو والله المستعان وهذيك هو. دونك رجعت لهنا باش نحطو، شفتو الخبز معناها دارجين هكاكا ربع ساعة حطيتو، بعد نقبتو بالفرشيطة وسخنت الآلة هذيا اللي ديما نقولكم والله رحمة بصراحة، هذيا رحمة اللي يبدا مثلا نهار مزروبة ولا روحت من الخدمة البنات اللي تخدمو دوبا تدخلي معناها تحطي العجينة تتعجنلك وتمشي تبدلي حوايجك وتغسلي اطرافك وتصلي، ترجع الخميرة تقرصها الخبز تقرصو وتخليه زاد انت ما ركبت طنجرة الا طيب خبز معناها سخون وراهو الخبز هذا تنجموا معناها مرة عملته لكم كيما المناقيش الزعتر متاع فلسطين، ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يفرج على غزة ان شاء الله يا ربي، وبارك الله فيكم البنات كلكم، بارك الله فيكم. قلت لكم راهو كان عندي شعور اللي حتى انتوما ما كمش ملاهين باليوتيوب وما كمش بالحق والله المستعان، والله ما كيما لابد باش يجي نهار وتتغير الاحوال ان شاء الله. هذه هما الخبيزات نتاعنا، خبيزات تابونا سخان في البرد هذايا كيما شفتوا الطقس نتاعنا هذا هو. احنا كي نقول لكم يمكن عنا ما شاء الله 5 شهور هذا هو الطقس نتاعنا، هذا هو معناها يجيو نهار 2 ماكسيموم وبعد ترجع مطر 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 ومعناها مطر وريح، فما ايامات فما ريح قوي. نتصور حتى في تونس يقرب شويه الطقس هكايا سنة ما شاء الله، حتى امي قالت لي معناها الدنيا بارده، جت بارده السنه، ويقولوا كان معناها الشتاء يجي بارد الصيف يجي سخون، ان شاء الله ربي يلطف بينا وكا احنا متقبلين السخانه ولا البرد خير من غيرنا والحمد لله على كل حال. بالحق خير من شوفوا مساكن في فلسطين كيفاش، الحمد لله واحد ديما يحمد ربي، ديما يستغفر استغفر الله واتوب اليه، ديما يقول الحمد لله يا ربي على ما عطيت معناه، واما بنعمة ربك فحدث ان شاء الله. ربي يجبر بخاطرهم. هذه هي الخبزه ريتوها كيفاش تجي، خبزه طابونه كم تاع الجوج هذيك تبدا يابسه، هذيك للناس اللي ما يحبوش خبز بالبابه. لهنا حطيت الروسايي ويطيب وكهو. نحاول ديما الفطور نبديه معناها 11:30 هكاك انا معناها الفطور اللي يطيبوا باش ماضي ساعتين يبدا الفطور حاضر، اللي يجيو الاولاد ريان بارفوا يخرج نص نهار، بارفوا ماضي ساعه، بارفوا ماضي ساعتين، ما يفرس ديما يخرج ماضي ساعتين، هاو كان نحين الوقت باش يبدا الفطور معناها ماضي ساعتين طيب وسخون، ما نقعدش نسخن فيه وياكلوه هكا سخون، ويبدا الحقيقه في البرد هذايا معناها يدفيو بيه ان شاء الله. ربي يدفي علينا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يدومها نعمه يا رب. ان شاء الله يا ربي هكا تكونوا الناس كل بخير وفي خير ونعمه ان شاء الله يا البنات، وان شاء الله هكا نقضيو مع بعضنا هكا مع بعضنا وكا. هو هذا قاعد نوري فيكم مكعبة الطماطم، هذوما طماطم تاع البيوت المكيفة يا البنات، تبدا كعبة كبيرة كبيرة كبيرة، هذوكم يبداو لذاني فيهم الطماطم الملقحة، ما هيش طماطم اللي تبدا بيور. والله البنات اللي عندها تو على الغلاء هذايا والغلاء والامراض وكل شيء، والله كي واحد يبدا عنده شويه تراب ماذا به يزرع هالطماطم هالفلفل المعدنوس الورقيات يحطوا لها برشا مبيدات، النعناع تو معناها فيها باس كان واحد هكا حتى طنجرة معناها خاصة النعناع المعدنوس الكرافس الخس، حتى في البلكون حتى هكا يعمل معناها أسطلة توا مبيدات، ما هي مبيدات خاطر توا معناها يخدموا على كونتيتي، يخدموا على طول الوقت باش يبديو الخضرة، دونك هاك مرات يزرقولها مرات يلقحولها مرات يضيفولها سماد ما تعرفش شنو، المهم اشكال غريبة عجيبة في الخضرة ولات وكهو. لهنا متمشني نحكي وحدي راني خاطر خليت لكم الصوت مرة عملت فيديو بالصوت،
وبعد الحقيقة لقيت معناها طويل الفيديو ما حبيتش هكا نحب ديما فيديو فيه 20 21 ماكسيموم هكا هو هكا باش قولوا لي تحبوا أكثر ولا أقل أنتم إن شاء الله يا ربي يفضلكم ليا إن شاء الله ونعم الأخوات إن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم إن شاء الله يا ربي لا يوريكم يا ربي غيار في العزيز عليكم وكهو. لهنا جيت باش نحط الروز كما قلت لكم عاد كثرت من كما قلت لكم. المهم انتم تعرفوا الكل اللي نصفيه معناها نصفيها الخضره باش على الولاد على الخضره والاغلبيه الروز وحتى الكسكسي كي ما تحبوش معناها البصل باش يهبى وبعد تقعدي انت تعاركي انت والخضره ولادك ما ياكلوش حطيه كعبات البصل توا هاكم فما كعبات صغار معناها في كي تشريو الساشي يبدا حتى فما كعب صغار قشروهم وغسلوهم وحطوهم كعبات ما يذوبلكش هكايا ويجي بنا بنين. انا حتى الثوم نرميه كعب البنات راهو باش هكاك بعد فيسا ما نحيه الحقيقه معناها ما يقلقنيش بعدي وكان يراو كعبه ثوم والله لا ياكلوها تعرفوا تو انتم جيل تو واش عامل فينا. المهم احنا رانا خاصة في معناها في الفترات هذوما يبداو في الامتحانات ما نحب هم يروحوا والله اعلم شنو يصير فيه في القسم الله اعلم في التاثيرات ان شاء الله يا ربي باش نحكي برشا مواضيع معناها مش على المراهقه على معناها التنمر على برشا حاجات اللي معناها حكينا فيها احنا ما كل مره نعاودوا نحكيو فيها ونعاودوا ناخذوها من جانب. المرقه نتاع الروز هيك طابت ما تكونش عاقده كيما مرقه المقرونه ما تكونش معناها جيريه زاده كيما مرقه الكسكسي خاطر دوبا يتسمغ وتنجموا زاده تسمغوه هكايا وتحطوه في الفور يجي بنين على الاخر يتشبع كعبه الروز بالمرقه تجي بن عالميه. وكا قولوا لي انتم شنو الرز الاحمر كيفاش طيبوه شنو الخضره اللي تحطوا له مثلا تحطوا له الفول مش الفول الاخضر الفول الاخضر اللي وقته توا نعرف الفول والجلبان يجي بنين على الاخر هو بيه ما تحطوا له الفول العادي تحطوا له القرع الاخضر ولا لا فم كل انسان كيفاش يطيبوا راهو الروز هو يتقبل برشا الحقيقه معناها الخضر خاطر فما شكون زاد اللي يحط له معناها نفسه ريتوها الصوص هذيك ام يحط له الورقيات معناها يحط له شويه سبناخ وشويه معدنوس ويجمروا به. انا اختي الكبيره تعملوا هكاكا مش رز جربه ما فستوا معناها الخضراء وكهو هذه هو الفطور نتاعنا ان شاء الله يا ربي. انتم هكا قولوا لي اولادكم تحضروا الفطور وقت اللي يجيو بالضبط انا متاكده لي منكم ما شاء الله ديما هكم تكتبوا لي كلكم صديقتي ايمان كلكم اللي تبداو هكا تصنفوا لاولادكم حسب ما يشتهوا تو هما وقت امتحانات وقت قرايه يلزم شهواتهم الكل تكون مجابه. نعاود ونذكر بربي مازال شهر فقط شهر فقط نحاولوا نخدموا لو ماكسيموم على اولادنا على راحتهم نعاونوهم ما فيها باس يعني الامهات اللي نجموا يعاونوا اولادهم يعاونوهم كيك سوا تشد الحفاظه كيك سوا معناها تعطي نعرفش دي زيكزارسيس وتحاول تصلحهم فما طريقه البنات شوفوا حتى لي زيكزارسيس اللي يعملوهم في القسم تنجم انت ما باغ في المات ما تفهمش في المات ولا ميكش قاريه سيونتيفيك ولا نعرفش حتى راهو كي تجيب بلاد واحده اخرى تختلف هما حتى البليس والموان ما يحطوهمش في شيرتنا نحنا هوكا تاخذ ليكزارسيسات اللي عملوهم في القسم وكا عندك انت كوريكسيون تحاول ولدك يعاودهم وهكاكا تكونوا معاه زاده. مقعد لي كي نقول ان شاء الله ربي يرحم اولادنا ان شاء الله يا ربي يكون مثواهم الجنه ويصبر امهاتهم ان شاء الله نلقاكم ديما بخير ونعمه ان شاء الله ربي يروي قلوبنا بالمطر هذايا وان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر بكل خير وبكل هكا راحه نفسيه زاده وان شاء الله بكل هكا مواضيع تعاونا في الحياة وترتاح لنا نفسيتنا هكا باش نعدي ونهار مزيانة مع بعضنا. شكرا لكم بسلامة ونلقاكم على خير.